السعودي، المدربين يعتبر الآن الأفضل على مستوى العالم في الدوري السعودي، وبالتالي هو الآن عنده اللاعبين الأفضل على مستوى الدوري السعودي. ولذلك تكون حساسية انه يكون مدرب لافضل منتخب يعتبر في اسيا الان ولافضل مسابقه على مستوى اسيا، فهو بالتالي يحتاج انه يقول هذه هي الفرصه اللي ان اكون في الواجهه، اكون كمدرب من المدربين اللي يتطلعون الى انجاز مع المنتخب السعودي. واي مدرب في مكانه رايح يقول بنفس المنطق وبنفس الكلام رايح يقوله، لأن المنتخب السعودي غير المنتخبات الأخرى الآن اللي في آسيا، يعني لا يقارن، خصوصا السمعة والهالة الإعلامية المسلطة على الدوري السعودي وعلى لاعبين الدوري السعودي وعلى المنتخب السعودي. وهذا هي من هنا أن الكلام اللي قاله هو فعلا حقيقي وأي مدرب لازم يقوله. طيب كابتن محمد، المنتخب العراقي في شيء مثلا انه ممكن يخيف المنتخب السعودي في لقاء الغد، يعني ايش يتميز في المنتخب العراقي؟ المنتخب العراقي احنا شفناه في المباراة السابقة مع اندونيسيا، واحنا لعبنا معاه ايضا في دورة الخليج. المنتخب العراقي من المنتخبات القوية اللي يلعب دائما لعب. في مباراته الاندونيسيا كان يلعب لعب مباشر في الشوط الاول، لعب على الكرات الطويلة. نقاط قوته هي الكرات العرضية دائما اللي من الكورنر يلعبها في داخل خط الستة، ولذلك لازم يكون بالنسبة إلى الخط الدفاعي للمنتخب السعودي يجب أن يكون متفاهم ويكون متواصلين مع بعض ومع الحارس، لأن الكرات العرضية هي نقاط قوة للمنتخب العراقي، واحنا شفناها ويسجل دائما يسجلوا من الكرات العرضية لأن عندهم لاعبين أقوياء، عندهم لاعبين يجيدون ضربات الكرة بالرأس، ومن هنا الخطورة تكون من المنتخب العراقي. المنتخب العراقي في الضغط هو الأمامي ضعيف جدا، ممكن نستغل هذا الأمر. في قوة المنتخب العراقي في الدفاعية في المناطق الخلفية، عندهم دائما يستخدمون يكون مثلا يكسبوا الثنائيات، الاحتكاك، هذا دائما القوة الجسمانية عندهم قوية، ولذلك احنا يجب علينا ان نبتعد عن الاحتكاكات، نحاول نحتفظ بالكرة أكثر ما يمكن ونلعب على نقاط الضعف اللي عند المنتخب العراقي، خصوصا